اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا عاملينه مع بعض، واخيرا نزلنا بالفيديو المنتظر والفيديو اللي كنت بستناه من زمان، ان انا اخلص كده الشقة عندي وابدأ بقى ان انا افرش كده الفرش الرمضاني. والصراحة الشقة بقت شكلها حلو جدا. يعني انا من فرحتي كده بالشقة وان الفرش شكله حلو كل شوية كده بتفرج عليه. المهم في الاول كده قلت اوريكم شوية حاجات جبتها، يعني كمان زيادة عن الحاجات اللي عندي. كنت محتاجة كده دلايات فجبت 2 علشان اعلقهم عندي في الصالة. وكمان جبت المبخرة اللي هي شكل الكعبة دي. انا عندي مباخر تانية بس انا حبيت اللي شكل الكعبة، يعني مناسبة لاجواء رمضان وشكلها حلو. جبت كمان البخور بتاعها، وقلت كمان يعني اجيب سلك نور لاني بحتاج اسلاك النور كتير وانا بعلق الزينة. واهم حاجة كانت عندي ودي اللي كانت هتفرق جدا في شكل الركنة، اللي هي الكوشنات. والصراحة الكوشنات عندي دي سعرها رخيص جدا. يعني الاتنين في او الباكت على بعضه كده فيه 2 ب35. فالصراحة سعرهم حلو قوي، وكمان غيروا شكل الركنة عندي وخلوها نقولها لحتة تانية خالص. المهم عندي هنا زي ما انتم شايفين في الحيطة اللي هم الاباجورات اللي بتبقى متعلقة في الحيطة دي، فكان عندي 2. فقلت ان انا اجيب لهم كده دلايات اعلقهم فيها يدوا برضو شكل حلو، وكمان استغل الحيطة لان طبعا الحيطة عندي لونها موحد، فهيبقوا شكلهم حلو قوي. علقتهم وبعد كده بقى رحت على الشاشة عندي. الشاشة كده متقسمة لمربعات او اجزاء، فانا كل جزء حبيت ان انا احط فيه لو حاجة بسيطة. ما حبيتش طبعا ان انا املي كل الاجزاء طبعا بالفرش الرمضاني علشان ما احسش ان الدنيا كلها زحمة. هي الصراحة الفرحة كلها وبتبقى في زحمة زينة رمضان. وانا بحب يعني في رمضان حتى لو عندي الدنيا شكلها زحمة، بس الفرش الرمضاني لازم يبقى كتير. ده شيء اساسي، فانا حاولت على قد ما اقدر اخفف على، يعني ده ابسط حاجة. المهم شلت بقى كده اي ديكورات محطوطة في الشاشة واستغلتها بقى، حطيت فانوس رمضان، حطيت برضو الطبلة دي، وحطيت كمان المصاحف الصغيرة دي برضو في ركن من الاركان كده. وعندي الفاستين دول برضو قلت ان انا احطهم يدوا شكل حلو، يعني اكسر كده برضو الشكل الرمضاني. المهم كنت خلاص بقى فرشت الشاشة، وبعد كده هدخل على الركن عندي. هشيل كل الكفرات بتاعه المخدات عندي واركب بقى الحاجات بتاعه رمضان. وزي ما قلت لكم سعرهم رخيص جدا وحلوين قوي، يعني فرقوا جدا في الفرش عندي. هتشوفوا طبعا في اخر الفيديو، يعني خليكم كده اسمعوا الفيديو للاخر لان عامله لكم جولة سريعة كده بعد الفرش. الصراحة حلوة قوي، خلت كده شكل الشقة عندي في حتة تانية. هنا بقى شلت طبعا كل الكوشنات هشيلها، وهركب بقى الحاجات بتاعه رمضان. اشكالهم اصلا حلوه كده ومبهجه. معظمهم طبعا جبت عليها اللي هي الكرتون بتاع فنانيس وبكار. يعني قلت برضو انوع كده، ومكتوب عليهم رمضان كريم، فالصراحه مبهجين والواناتهم حلوه قوي. هبدأ بقى اركب كده او ارجع كل الكوشنات مكانها. انا طبعا ما جبتش كفر للركنه نفسها علشان برضو ما يبقاش زحمة قوي، يعني غيرت بس كده الكوشنات. وهنا هعمل ركن هادي كده، هحط الشال ده عندي هو لونه رمادي كده، هيمشي مع الركنة وكمان هيمشي مع الصلاة عندي. فالجزء ده دايما بقعد فيه، يعني ده الجزء المفضل عندي. بحب ان انا لو انا مثلا هقرأ قرآن بعمل حاجة كده، بحب ان انا اقعد في الجزء ده. فحطيت بقى الشال ده، قلت بما ان الجو لسه برضو فيه يعني برد شوية، فهستفاد بيه وانا قاعدة كده. فحطيت الشال ده كده ظبطته، وحطيت كمان الشكل اللي هي الكوشن بتاع رمضان. وخلاص نيجي بقى كده برضو اللي عندي السلك النور ده حطيته على الستارة يدي شكل حلو. ما حبيتش ان انا اجيب بقى الستائر اللي هي طالعة ونازلة وكده، لان انا عندي الشباك بيتفتح كله. فهاجي بقى كل ما اجي افتح الشباك، وانا دايما اصلا كل يوم لو نص ساعة بفتح الشباك، فكل ما اجي افتح الشباك كان هيضايقني، فقلت بقى اعمل السلك الصغير ده وخلاص. هنا بقى فرشت كمان المفرش ده كده مفرش خيامية انا اللي كنت عاملاه. يعني انا جبت كده متر قماش اللي هو الخيامية ده، وقصيت منه مفارش. طبعا في مفارش طالعة جديد بقى، وفي رانر وفي حاجات كتير، بس الشكل الرمضاني انا بحب جدا شكل الخيامية ده، اللي بحس فعلا ان احنا في رمضان. فعلا اللي بيحسسني كده مهما طلع اشكال جديدة وحاجات جديدة، شكل الخيامية ده اللي بيحسسني باجواء فعلا بتاعت رمضان.
طبعًا إحنا يعني أنا ما مسحتش بقى ونضّفت وكنست ولا عملت أي حاجة، أنا خلّيت بس الجزء ده كلّه للفرش الرمضاني، لإن أنا طبعًا مسكت جزء معاكم ونضّفته كويس جدًا، فمش محتاجة بقى إن أنا أرجع مثلًا أعيد عليها أو حاجة، يعني الحاجة عندي نضيفة، فقُلت أفرش بقى على طول مرّة واحدة. جيت بقى للبار عندي، عملت كمان المفرش ده برضه أنا كده اللي قاصاه ومضبّطاه على قد البار، وحطيت بقى الكوشنات دي، طبعًا دي حجمها صغير عن بتاعة الرُكنة، فقُلت أستفاد بيها وأحطها كده هتدّي شكل حلو أوي على البار. حطيت كمان اللي هو النجمة والهلال دول حلوين جدًا، هي أصلًا يعني تعتبر تمرية كده بيتحط فيها التمر أو ممكن نحط فيها المكسرات، برضه هيبقى شكلها حلو أوي على البار. جِبت كمان هنا شكل بكّار، دي عبارة عن مبخرة، بس طبعًا عاملينها بقى على شكل بكّار ومكتوب عليها كمان رمضان كريم، فشكلها مختلف وشكلها حلو أوي، حطيتها برضه جنب الهلال والنجمة، وحطيت كمان فيها كده بخور علشان برضه أشغّله ويخلّي كده الشقة كلّها ريحتها حلوة. وأهم حاجة برضه عندي اللي بتدّي بقى شكل حلو كده وتخلّي المكان منوّر، هي طبعًا أسلاك النور. فأنا كل سنة بازوّد على الحاجات اللي عندي، بس أهم حاجة باجيبها زيادة هو سلك النور، فطبعًا لو أنتِ مش ما عندكيش حاجات كتير عادي اعملي بالموجود، وكل سنة زوّدي على الحاجات اللي عندِك، في الآخر هتلاقي عندِك حاجات كتيرة جدًا، وهتفرشي بيها الشقة كلّها وهيبقى شكلها حلو. فمش لازم طبعًا نكتّر بقى ونجيب زينة كتير وطبعًا حاجات غالية، كل الحاجات دي مش غالية خالص وحاجات حلوة وفي نفس الوقت غيّرت شكل الشقة عندي وبقى شكلها حلو. جينا كمان للجزامة عندي كده برضه ما رضيتش إن أنا أكتّر بقى وأحط عليها حاجة، فرشت بس كده مفرش ورجّعت الحاجة تاني مكانها. شغّلت بقى هنا بخور في المبخرة الحلوة الجديدة دي، قُلت برضه تخلّي المكان ريحته حلوة كده، برضه دخلت على يعني سِبتها شغّالة ودخلت على أوضة الأطفال. أنا زي ما قُلت لكم مش هاعمل أي حاجة خالص في الأوض عندي، بس طبعًا كارما دي أوضتها فلازم نزيّنها لها، لازم نعمل كده أي ديكور أو أي شكل. فهي الأوضة دي هي مش بتدخلها غير لمّا بتيجي تنام، فأنا مش طبعًا هاحط بقى زينة كتير وحاجات كتير تتعبني وقت ما باجي أنضّف. فقُلت بقى هاضبّط لها كده المرجحة بتاعتها دي، حطيت عليها برضه سلك نور، يعني يدّي شكل حلو كده وإضاءة حلوة، وهاحط لها كُشَن برضه كده مكتوب عليه رمضان كريم. كنا يعني خلاص بقى كده فرشنا الصالة عندي والغرف، وإن شاء الله بقى استنوا الفيديوهات الجاية، هتبقى فيديوهات قوية جدًا، وهاسيب لكم بقى جولة سريعة كده مع الفرش الرمضاني. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هانف عريس يا ولاد، هانف عريس. هيكون فرح و30 ليلة، 30 ليلة، حنغني ونعمل له الليلة. هيكون فرح و30 ليلة، 30 ليلة، حنغني ونعمل له الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، وحوي يا وحوي، وكمان وحوي. رحت يا شعبان وحوينا النار، جيت يا رمضان، وحوي يا وحوي. لولا الحبايب لولا جينا، ولا تعبنا رجلينا. لولا الحبايب لولا جينا، ولا تعبنا رجلينا. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه. يا حلاوة الدين والقمر الدين، وأكياس النقل وقراطيسه. بعد الفطار دغري نحلي بكنافته وقطايف وتملي، وكل يوم فرحنا تزيد. ويفوت علينا أوام يجري ونقول له لسه عليك بدري، يقول ده جاي ورايا العيد. افرحوا يا
خلاص دي كانت جولتنا في الشقة، وحبيت ان انا اوريكم كده والانوار مش شغالة علشان تشوفوا شكلها. برضو الاضاءة يعني مطفية، شكلها حلو جدا. وهنا خلاص وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة، واقول لكم مع السلامة.